باشروا على بركة الله بضرب الأهداف داخل الكيان الصهيوني المجرم بأثقل ما يمكن من النيران، مع ضرورة التنبه تجاه احتمالات الكشف، وأن تنفذ الضربات بالعتاد التقليدي الاعتيادي للصواريخ، ويستمر الرمي حتى إشعار آخر. كانت هذه كلمات الرئيس الراحل صدام حسين لقواته بتوجيه ضربات موجعة للكيان الصهيوني في فجر 18 يناير 1991 ردا على بدء الحملات الجوية التي قامت بها قوات التحالف بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بعد يوم واحد من حرب الخليج الثانية. وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يقصف فيها العمق الإسرائيلي. بداية القصة. بعد يوم واحد من انطلاق حرب الخليج الثانية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق عام 1991، نفذت بغداد تهديدها بقصف المدن الإسرائيلية. الرد العسكري العراقي المفاجئ بدأ في 18 يناير كانون الثاني وحتى 25 فبراير شباط 1991، وتضمن 19 هجوما صاروخيا انطلاقا من غرب العراق. الحكومة العراقية حينها بقيادة صدام حسين هددت بأنها ستهاجم إسرائيل بالصواريخ في حالة شن الحرب ضدها، وهذا ما حدث بالفعل بعد يوم واحد من هجوم التحالف. وكان الهدف من قصف إسرائيل هو تحريك الشارع العربي ضد حكوماتهم والضغط عليها، وبالفعل خرجت مظاهرات في مصر والأردن وفلسطين لدعم العراق في حربه ضد القوى الغربية. وما جرى كان مناورة عسكرية وخطوة إعلامية لإظهارها معركة بين العرب وإسرائيل، ولكن واشنطن أفشلت المخطط عندما طلبت من إسرائيل ضبط النفس وعدم الرد على الهجوم. تأثيرات الضربة. الضربات العراقية كانت عميقة ومؤثرة، لا سيما على الطرف الإسرائيلي الذي تجاوز حالة الحرب منذ عام 1973، وأطلقت القوات العراقية 39 صاروخ سكود موجها إلى تل أبيب وميناء حيفا والنقب، ما أسفر عن مقتل 74 قتيلا و230 جريحا ودمار نحو 7440 شقة سكنية وأضرار في 223 محلا تجاريا ومبنى عام وتدمير 50 سيارة، وفق بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية. ما عمق هذا الأثر هو الحرب النفسية التي استطاع الإعلام العراقي والدولي زرعها في الشخصية الإسرائيلية التي بدت في أعلى درجات الرعب والخوف. مثلت هذه الضربات هزة كبيرة للشعوب العربية التي اعتبرت ما يحدث بأنه نصر كبير للقضية العربية التي أنهكتها الحروب الخاسرة وترتيبات التسوية والتطبيع، والجسد العربي الذي بدا معتادا لسياسة الخضوع بدلا من المواجهة. اعتراف متأخر. بعد 3 عقود من التكتم أزاحت إسرائيل الستار عن خسائرها في تلك الهجمات، معترفة بسقوط نحو 14 قتيلا وإصابة العشرات. وكشفت الوثائق الإسرائيلية مؤخرا مدى دقة هذه الصواريخ في اختيار المناطق التي تم قصفها، حيث أن تل أبيب نالت النصيب الأكبر من الصواريخ العراقية إذ سقط عليها 26 صاروخا، ونالت مدينة حيفا 8 صواريخ، وسقط 4 صواريخ على مجلس شمرون الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، و5 صواريخ في منطقة النقب بالجنوب. سبب التستر عن هذه الوثائق أن إسرائيل حاولت تقزيم الضربة ولم تكشف عن الخسائر حينها، حتى لا تعطي قيمة للشعوب العربية
ولا يشعر العراق بالنشوة.